السلام عليكم، وبداية فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن معهد ضباط الصف المعلمين. هنتكلم فيه عن هتقدم امتى على معهد ضباط الصف دوت، وايه الشروط اللي يجب توفرها فيه عشان تعرف تقدم عليه. واخر حاجة خالص هقولك ايه الاوراق المطلوبة معاك عشان تعرف تقدم اصلا على معهد ضباط الصف. انا احمد شعبان، وده اول فيديو في سلسلة التقديم لمعهد ضباط الصف. لو انت مهتم لازم تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وتبعت الفيديو ده لأي حد صاحبك هيقدم معاك. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. في الأول كده خالص حابب أقولك جهز نفسك يا باشا، لأنك يوم 17/2/2023 الجاي دوت اللي هو موافق يوم الخميس هيبدأ التقديم على المنصة لمعهد ضباط الصف، وهتبدأ تسحب الملف بتاعك يوم 1/4. وبكده كنت خلصت لك أول جزء خالص. نخش بقى على الجزء التاني، وهو الشروط اللي يجب توفرها فيك عشان تعرف تقدم على معهد ضباط الصف. أول حاجة خالص لازم يكون معاك أول حاجة الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية الفنية، أو آخر حاجة هي شهادة الدبلوم، إن يكون معاك دبلوم، ويكون مجموعك في أي شهادة من التلاتة دولت مش أقل من 60%. تاني حاجة طبعا هنتكلم عنها، لازم انك تكون مصري الجنسية ووالدك ووالدتك يكون برضو مصريين الجنسية. تالت حاجة لازم يكون معاك شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة بتاعتك، يعني ما تكونش مشاغب او مفصول قبل كده او عامل مشكلة ما تعرفش تجيب بيها شهادة حسن سير وسلوك. رابع حاجة هقولك عليها انك لازم تكون لائقا طبيا للتطويع في الجيش طبقا للمقررات الطبية اللي بتطبقها معهد القوات المسلحة أو معهد ضباط الصف عامة. خامس حاجة لازم يكون سنك مش أقل من 15 سنة، وأقصى حاجة 25 سنة. وطبعا سادس حاجة هقولك عليها، دي حاجة ممكن تكون مش عند أغلبكم لأن التطويع أصلا بيكون في سن صغير، إنك ما تكونش متجوز، وما ينفعش تتجوز خلال فترة التدريب بتاعتك في المعهد جوه. سابع حاجة طبعا لازم تكون مؤهل من حيث اللياقة البدنية بتاعتك، يعني سابع حاجة لازم تجتاز فيها الاختبار بتاع الرياضي. تامن حاجة لازم تعدي الاختبار الثقافي والاختبار المهني وأي اختبارات هتمر بيها خلال فترة الاختبارات بتاعة المعهد القوات المسلحة، وطبعا دي بتتم ولو انت ناجح فيها يبقى رسالة بالاختبار اللي بعده. طبعا بعد كده أهم حاجة في الحاجات دي كلها، بعد ما تخلص كل الكشوفات الطبية والكشوفات بتاعة اللياقة هتخش على حاجة اسمها كشف الهيئة. لازم تعدي في كشف الهيئة عشان تعرف تكمل وتنجح في معهد ضباط الصف دوت. بعد كده طبعا في حاجة اسمها الحد الأدنى للطول 165 سنتي، مش أقل من كده. وطبعا زي ما قلت لك في الأول إن مجموعك لازم يكون معدي 60% أو 60%، لكن كل ما مجموعك عالي فرصتك في القبول بمعهد ضباط الصف دوت كانت اعلى. اخر حاجه اكلمك عليها خالص وهي الاوراق المطلوبه للتقديم على منصه معهد ضباط الصف، يعني دي الاوراق دي هتحتاجها عشان تقدم في معهد ضباط الصف، مش دي اللي هتحطها في ملف التقديم لمعهد ضباط الصف. اول حاجه خالص صوره من شهاده الاعداديه او صوره من شهاده الدبلوم بتاعتك او الثانويه الفنيه. تاني حاجة طبعا انت محتاجها معاك اللي هي شهادة ميلاد اصل مميكنة. اخر حاجة خلاص محتاجها معاك برضو وهي صورة البطاقة لو انت معدي السن. كده خلصت فيديو النهاردة. لو عندك اي استفسار اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك طبعا في اي حاجة انت عايزها، اذا كنت مثلا بتطوع في الجيش او في التجنيد او اي حاجة هرد عليك في نفس اليوم. بس اكتب لي في الكومنتات واعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان ده اول فيديو في السلسلة بتاعتنا. وانتظروا الفيديوهات الجاية ازاي تجتاز الاختبار الرياضي وهيحصل معاك ايه في الكشوفات الطبية الى اخره من الكشوفات حتى كشف الهيئة. تابعوني عشان اشوفكم كل جديد.